النهارده حاجه مختلفه جدا زي ما انتم شايفين، وحاجه مع حد انا اتحايلت عليها لحد ما انا نبحت في صوتي عشان تيجي تصور معايا. تخيلوا مين بنتكلم؟ مثلا جورجينا اكيد مش جورجينا. هاري ستايلز اكيد لا. امي اللي المفروض اقول لها يا حبيبتي هموت اصور معاكي، تقولي لا انا مش عايزه اصور معاكي يا ماما، تعالي صوري معايا حاجه جميله لذيذه. هتديني كام؟ هتديني كام؟ لا بهزر طبعا، انا بشدكوا عشان الانترو تبقى جميله، بس امي العزيزه اللي عمري ما اقدر في حياتي استغنى عنها، اللي بتحبطني في كل حاجه. معانا ومعاكم الاستاذه الفنانه هبه. غيري مني والله صعب جدا تلمعني. امي الفاضله العزيزه الاقرب الى قلبي، حياتي وروحي وعقلي، كل اي حاجه جميله بتتقال، اللي خلفتني في 6 شهور 9 شهور، شالتني في بطنها وما قالتش لا، اكتر واحده متعبه. انا كنت اكتر. كلميني عن طفولتي. طفولتك انت ما كنتش عايزه تيجي اصلا. طول عمري ما كنتش عايزه اجي على الدنيا فعلا. طب نزلتيني ليه؟ ربنا اراد بقى، حافظت عليكي وربنا اراد. ماما احنا النهارده هنشوف هل انت امي بجد ولا خطفاني، عشان انا شاكه فيكي من زمان اصلا. كانت دايما تقعد تقول لي انا لقيتك على باب جامع، انا لقيتك على باب جامع. شكلها فعلا لقيتني على باب جامع. ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ الشبه اللي بيننا مفيش شبه. خلاص كمان. انا احلى طبعا. ايوه هتقولي لي بتحبيني جدا على فكره، انا متاكده ان هي بتحبيني، بس هي مش بتوريني الحب زي ما انا برضو مش بوري صحابي الحب، يعني بعملهم اكتر معامله تبقى صعبه في الدنيا. فكي اول مره تبقي في لقاء تلفزيوني، اما لما اجيبك معايا في مسلسل بتاعي. هعمل مسلسل وتبقي انت الفنانه. دلال عبد الحسين الله يرحمه. الله يرحمه. احنا بجد المره دي انا هشوف انت بجد عارفاني ولا لا، لان انت ما تعرفيش عني اي حاجه. يا جماعه ما اسمعوني بجد والله، كل جمعه اقول لها يا ماما انا بكره السمك، ما بحبش السمك، والله العظيم ما بحب السمك. اكلمها تقول لي انا عملت لك السمك اللي انت بتحبيه. طب الجمبري ما بتحبوش؟ ما باكله، عندي حساسيه من الجمبري. انا بلاقيكي واكلاه بره. ما باكلوش. ماشي بعمل لك بانيه خلاص. انا يا جماعه بجد بقالي 3 اسابيع عايشه على البانيه، يعني بكل اشكال الحمد لله، نعمه وفضل. بس يعني هي بتعمل لهم اكل عادي، انا بتعملي بانيه، بتشوي لي بانيه. طيب يا ماما بما انك امي ومش خطفاني ومش جايباني من جامع، اسالي بسرعه. انت مستعجله وراكي ميعاد؟ عندك ديت ولا ايه؟ قبضوني بسرعه. يخفي عليكي ايه؟ سمعتي. طيب يا ماما قولي لي، بما انك اتكلمنا عن الاكل، ايه اكلتي المفضله؟ اختي بتغششها. انت كان زمان كنت اعرف ايه بقى؟ كنت بتحبي المكرونه بالبشاميل وكنت بتحبي حاجات كده حلوه، دلوقتي ما بقتش عارفه لك حاجه. هو السوشي بتاعك اللي بتاكليه. سوشي ايه اللي انا اصلا ما باكلش سوشي؟ سوشي ده ماما باكله كل مره كل شهر. طب نودلز ايه؟ يا نهار اسود، محدش يعرفني في البيت ده. الباميه. انا كل ما ارجع من السفر اقول لها ماما انا نفسي في باميه، ماما انا نفسي. بصي انت شفتوا؟ انا اللي بعملها لك اصلا. لا افتكرت، والكرنب كمان انا نسيت. مين اللي بيعمل لك الكرنب والورق اسمه ايه ده؟ لا الورق العنب مش قوي يعني، بس هو الكرنب اكتر من ورق العنب صح؟ والباميه وتنقنقي كده في الملوخيه. مصدومه بجد. انا نسيت. انا بصي اصبري بس، انا كده لسه شاربه القهوه فهركز. شاربه ده؟ ما لو ما كنتش شاربه القهوه كنت عملت. احنا نعمله هنا. خلينا نركز بقى، يلا. بما ان انت المفروض عارفاني وعارفه بنتك، ايه اكتر صفه غريبه فيا؟ ايه صفه غريبه دي؟ صفه عندك يعني عصبيه قوي. انا دي حاجه غريبه؟ انا غريب. عصبيتك اوفر يعني، انت من النوع اللي بتتعصبي بسرعه. انا بتعصب بسرعه؟ بس احنا هنا. انا عصبيه؟ لا انا مش عصبيه. بعدين انا الاول كنت بزعل لما كنت بتتعصبي، دلوقتي بقول بقى لا خلاص معلش، هي بقى ايه مضغوطه معموله كده، وبعدين اقول ايه خلاص انا عارفه ان هي حنينه وطيبه فبعدلها. ايه اكتر حاجه بعملها بتضايقك بس انت ما قلتليش عليها لحد دلوقتي؟ اكتر حاجه بتعمليها بتضايقني؟ بتسافري. عايزه ايه ولا ايه؟ طب ما انا عندي شغل. ماشي، بس الموضوع ده بالنسبه لنا جديد، مش سهل علينا. ايوه بس يعني انا عايزه حاجه بعملها بتضايقك. هو السفر طبعا
انك تسيبيني الفتره دي بتبقى. حاسس يا اختي انت بتحبيني قوي كده ونازلك من الذوق. يا جماعه الام بتبقى مختلفه تماما، مفيش حاجه اسمها بتحبيني وما بتحبنيش، ان هي تخاف عليكي حاجه وان اللي انت عايزه تعملي حاجه ثانيه دي مش موضوعي، ده مش موضوعي. يعني ان انا اقول لك كليلي انا خايفه عليكي من كذا ومن كذا ومن كذا او احذرك من كذا، ملوش دعوه، او يكون شد عليكي في حاجه ملهاش دعوه ان انا مش عايزاكي تسافري او تشوفي شغلك. ببقى عايزاكي تشوفي شغلك بس برضو مش عايزاكي تسافري. هحاول اخدك معايا المره الجايه. لا انا ما بحبش ابقى في حياتي. طيب بما اننا يعني احنا بنتكلم في الحاجات القديمه زمان، ايه اكتر حاجه كنت بتخافي عليا منها؟ ايوه التخن. وخدنا لفه كتير، فاكره ما كنا بنروح عند دكاتره كتير. يا جماعه انا كنت تخينه اي زمان. هي جالك وقت كده بعد الجمباز، يعني ضربتي جامد جدا وكان مسبب لك حاله نفسيه وحشه وكان في ناس بتتنمر عليكي، فطبعا كان الموضوع ده بالنسبه لي مؤلم مش حلو يعني. طيب بما ان حاجه كنت خايفه بنتكلم دلوقتي، ايه حاجه كنت فخوره؟ يعني ايه الحاجه اللي مخلياكي فخوره شويه؟ يعني فخوره بيا، يعني مش شويه، ايه الحاجه اللي مخلياكي فخوره بيا؟ هو الام دايما بتفتخر باولادها في كل الاحوال، انما فخوره بيكي هبقى فخوره بيكي امتى يعني ولا ايه؟ فخوره بيا يعني دلوقتي، فخوره بيا ازاي؟ صعبه شويه. يعني ايه اللي صعب؟ لا يعني انت مثلا ممكن تقولي فخوره مثلا ان انت بتشتغلي، انت معتمده على نفسك، في حاجات كتير قوي ممكن تقولها لي، يعني حاجه غريبه جدا. ايه ده؟ لا مش هسألك السؤال ده، بلاش. حزنتيني. ايه اكتر سر ما كنتيش حابه تعرفيه عني؟ ايه اكتر حاجه صدمتك فيا؟ انت لسه قايله لي قريب. لا صدمتني فيكي من حكيتيه لي قبل كده يعني. يا جماعه القصه سهله جدا، هقول لكم. انا زمان كنت ماشيه مع عيال شبيحه قوي في المدرسه، وانا واحده صاحبتي، واحده صاحبتي هي عندها الكورفيو بتاعي متاخر عني، انا الكورفيو بتاعي كان الساعه 10 ماشي. فهي الفكره كلها كل اللي حصل ان انا كنت عايزه اقعد معاهم، وبابا دايما بيكلمني الساعه 10 لازم ابقى في البيت، عشان لو انا اتاخرت بيبقى عندي عقاب، ما بنزلش اسبوعين. دي فعلا ما كنتش بنزل اسبوعين من البيت، ما فيش خروج. فالمهم اليوم ده ايه اللي حصل؟ اليوم ده انا كنت قاعده مع صحابي واحنا اصلا نزلنا متاخر، فانا كنت عايزه اقعد معاهم واحنا كنا في الرحاب واحنا ساكنين في التجمع، فانا خليتهم ياخدوني يودوني على الرحاب بسرعه، على كونكورد بسرعه، وبابا قعد يتصل. فبالغلط واحد صاحبي واحد صاحبي رد على المكالمه، فانا اتصدمت. انا اللي هو انا متاخره، وبابا لو عارف ان انا اللي مكلمه حد. اللي انا صدقت. ايوه، فبعد كده راح قال انا لقيت الموبايل ده واقع على الارض. انا ما قلتلوش حاجه، يعني انا ما قلتلوش يقول كده، بس هو شافني اتوترت فهو قال انا لقيت الموبايل ده واقع على الارض. فهو الفكره كلها ان انا اتخضيت، فهو اللي رد، فاما اللي هو اللي رد يعني كان نفسي اعرفها في ساعتها، كنت رقبتك علقه. وكنت جبت صاحبي ايه وزفت ايه. احنا عندنا حاجه اسمها يا ماما يعني زمايلي في ولادي ما بكرهها. فبعدين هو اما رد فقال الموبايل ده واقع، فبعدين انا بقى انا خايفه، انا خفت اكتر بعد ما هو اللي رد. فبعديها بقى قعد يقول الموبايل ده صاحبه مين، وماما بترد واللي هو بنحاول نوصل لصاحبه الموبايل اللي هو انا. فانا قلت لهم يا جماعه خلاص انا لقيت الموبايل، انا خلاص هاخد الموبايل وراجع علشان الحق اتاخر والحق اخد حاجتي. لا في حكايه ثانيه بتاعت صاحبتك اللي اتصلت بيها على اساس ان هي دي انا فقستها. لا دي كانت دي انا فقستها وهزقتها. بصوا دي كان انا هقول لكم برده، كان في واحد انا معجبه بيه زمان برده. الولد ده انا بعجب بحد، لا انا ماما بعجب بحد بقعد سنين بعجب بالشخص ده. انت بجد مخلصه في الناس اللي بتديلك اسفين، ما بيردوش. مخلصه في الناس اللي ما بتردش عليا، بتختار الناس الغلط. ايوه كان صوته حلو قوي، كان بيقعد يغني لي بالليل قبل ما انام. بيغني لك؟ طب انا كنت بغني لك وانت صغيره. المهم الولد ده كان فيه بروم، فانا كنت هموت واروح البروم ده، وانا عايزه اروح البروم ده علشان الولد ده. فالمهم رحت البروم، وانا رحت بروم واحده بس، واهلي ما رضيوش اروح بروم تاني. فكان الموضوع ان انا اقول لهم انا رايحه فرح واحده صاحبتي، ففرح اخت واحده صاحبتي. المهم البروم بيبدا الساعه كام؟ البروم بيبدا الساعه 12 واحده، وبابا بيكلمني الساعه واحده بيقول لي انت فين؟ ايه البروم اللي بيبدا 12 واحده؟ بابا بيقول لي انت فين؟ وبقول له لسه الفرح ما بدأش. ولقيت بقى هنا عمالين بقى بيتعصبوا، واصلا البروم بيخلص الساعه 3. هي كانت انسانه متعبه جدا، وسن المراهقه بتاعها كان طافح عليها قوي. لا بس متعبه علشان انتوا ما كنتوش مصاحبيني. هو دي كده يا سلام. لا هي دي السلاسه. لا ما كنتش، انا ما كنتش بكذب عليكي في حاجه، ما انا ما كنت يا جماعه، انا بجد كنت اللي هو انا عايزه ابقى مع صحابي، وهم في نفس الوقت مقدريني قوي في الحته بتاعت ان هو انت لازم ترجعي. انت كانت بالنسبه لنا جديده،
ماشي، بس كل الناس في المدارس بتروح بروم، فهي دي انا كان نفسي ابقى زيهم عادي. ما هو كل الناس بتتجمع في اليوم ده واهلهم عارفين وكلهم بيباتوا، انا ما بتش، انا برجع على البيت تاني. فالمهم اللي حصل، كانت فيها صاحبتي دي هي بتتكلم فرنش، فهي صوتها شويه كبير، فانا قلت لها بقول لك ايه، كلميها وحاولي تقنعيها ان انا ابقى معاكم. فهي اتكلمت معاها وقعدت تهزر، وماما اللي يدخل لها بالفرنش تقوم ايه مصاحباه. فبعدين ايه اللي حصل، هي ما كانتش معانا في البروم، فايه بقى، هي عماله بتكلمني وانا اكلمها، دخلها كونفرنس كول والحقيني بسرعه كلمي ماما، وهي تتكلم وهي تقول لي هو انت فين، والتانيه ترد عليها تقول لها هو في ايه يا لهوي. ماما ساعتها بجد قعدت تهزقها وقالت لها بقول لك ايه، انت زعقت لها، قلت لها ايه، ماما كانت اول مره تشرشح، وانتي كدابه وانتي مش عارفه ايه، بنتي فين. قمت كلمت صحابي قلت لهم يلا يا جماعه دلوقتي بسرعه انا اتقفشت. انتوا عارفين بجد قعدت كام شهر ما بطلعش من البيت، والمصروف كان مقطوع عليا، لا باكل ولا بشرب يعني. قعدت شهر لا بخرج ولا بروح دروس ولا بيدوني مصروف علشان رحت بروم. رجعت الساعه 2:30. ما اتبسطتش في الاخر. كانت صغيره في تالتة ثانوي. طيب برضه البروم فعلا بتنطق. تالتة ثانوي معلش المواضيع دي جديده عني. الحمد لله باباكي ما كسب الهوائيه. انتوا اللي كنتوش مصاحبين، فعشان كده انا بنصح نصيحه ان دايما الاهالي تبقى مصاحبه عيالها. دلوقتي لو انتي متصاحبين، انا زمان ما كنتش بحب، انا وهي بجد كنا، انا سبحان الله كنت بحب بابا قوي وما بحبش ماما. انا وماما نقعد في مكان واحد واكلم بابا عشان بابا على طول كان مسافر، اكلمه انا وماما مش قادرين نقعد مع بعض. دلوقتي العكس تماما، انا وماما ما اقدرش استغنى عنها، يعني حاجه غريبه جدا سبحان الله والله. لا يعني لسه في امل في الدنيا يا جماعه. لا هو المشكله مش كده، هو المشكله ان الواحد ساعات بيقعد مع نفسه كده، ان هو لو ما صاحبش ولاده في فتره معينه من حياتهم فهو كده ممكن يخسرهم خالص. ايوه بس انت مش، انت كنتي، انا خسرت، انت ما كنت، هي ماما يعني عملت تضحيات كتيره قوي في حياتها علشان نوصل للي احنا فيه. يعني انا مثلا، هو بابا كان على طول دايما بيسافر، يعني هو على طول كان عايش بره، احنا كنا اللي قاعدين هنا وكنا بنسافر السعوديه. فهو دايما لما احنا بنبقى قاعدين مع ماما، الخناقه بتاعت مع ماما، يعني ماما كانت دايما فاكره يا ماما ما خوف عليكم مش اكتر. ايوه بس هو ماما يعني ماما في مره انا فاكره مين اللي محمد اخويا كسر الميزان، هو ياسين، يا لهوي على اللي حصل. ماما قعدت يا لهوي كلموني سامي دلوقتي، ولقينا ماما بقى بتتحول ولقينا مرميه على السرير، وياسين ابن خاله بيكلم تيتا بيقول لها هي عمته ماتت ولا ايه؟ وانا كنت مستخبيه بجد من كتر الخوف. كنتوا صغيرين ايوه صغيرين، ده الناس كان عندنا دريسنج روم صغيره، كنت بدخل استخبى فيها واكلم تيتا اقول لها تيتا الحقيني يا تيتا الحقيني انا مش قادره اقعد معاهم. فعلا وهم صغيرين كنت انا عصبيه جدا، وكنت بكلم طنط نهله جارتنا بقول لها الحقيني يا طنط نهله بسرعه، والله العظيم كنت بستخبى كده في زنقور بقول لها. ليه بقى حصل ان المسؤوليه كانت كبيره عليا، كنت خايفه عليهم قوي، كنا بنقعد لوحدنا فكانت خايفه عليهم قوي. يا لهوي، على فكره عايزه اقول لكم ان ماما برضو كانت مجنونه زمان، وكانت تقعد تغير شعرها احمر واسود وكانت في مره اتخضت منها، لقيت شعرها احمر قلت لها ايه الرعب ده؟ انا بجد كنت بحلم بكوابيس بصراحه اقسم بالله. هي فيها مني كتير، بس انا كنت بعمل ده في البيت مش بخرج بيه. مالك؟ ندخل في السؤال اللي بعديه يا استاذه هبه. اتفضلي يا فندم. هل اتعرضتي لمواقف محرجه بسببي؟ طبعا. ايه بقى، احكي لنا واحد. بلاش. قولي بتصحيني الساعه 9 الصبح فيس تايم، بتكلمني فيس تايم تقولي لي افتحي الفيس تايم دلوقتي حالا، واصحى بعماصي ايوه يا ليلي وانا لا بيحبوها جدا يسلموا عليها، وانا دايما ما عنديش مشكله طبعا. اطفال صغيرين لا ما عنديش مشكله اكيد. على فكره والله الولاد برضو تلاقيهم بيحترموني جدا، بيبقوا محرجين قوي وهم بيتكلموا معايا. مش هي دي المشكله. الاول بقى في البدايه خالص في الاهل بقى، لا كانت الموضوع كان بالنسبه لنا صعب جدا. انا فاكره لا وكان هو ده بقى سبب المشاكل مع ليلي، واحنا مش فاهمين حاجه، بس هم برضو معذورين، الموضوع جديد علينا ومش فاهمين حاجه، وشايفين ان ليلي بقى حصل كذا حاجه ليها حصلت، ما كانش ظريف خالص. طبعا الموضوع ده كان مؤلم بالنسبه لي جدا، وكنت بخاف عليها قوي. ومن الناس اي حد بقى بيكلمني بقى، يعني انا لغايه الان يقعدوا يكلموني بقى من نفسي مش واخده بالي من مين، من اصحابي، من مدرسات المدرسه، مش الولاد المشكله ان الولاد فاهمين، لان هم نفس الجيل والاجيال اللي طالعه ففاهمه الدنيا. انما المشكله في الاجيال القديمه اللي هي بقى بتفضل بقى هي في ايه بيحصل، ايه هي بتشتغل ايه، فالموضوع
الموضوع ده بيبقى متعب شويه عشان تقعدي بقى تفهمي كل واحد هي بتعمل ايه، فما بتكلمش ما بنطقش. طيب انا عندي سؤال، يعني انا دلوقتي مثلا لو ما كنتش بدرس فيلم وتمثيل كنت هتنقي لي ايه تاني ادرسه؟ انا كنت حباكي قوي في الاعلام. الاعلام ايه؟ مذيعه. انا كنت هي دي، انا كنت يعني حاطه في دماغي ان انت مذيعه، بلا فيلم بلا بتاع بلا سينما. ممثله القادمه. بس قولي لي ايه اكتر 5 حاجات ما تقدريش تستغني عنها في حياتك؟ بالنسبه لي انا اكتر 5 حاجات طبعا. اول حاجه ولادي، بيتي، اهلي، حب القطط. لا يا ماما، الاهل ده دي واحد، الاهل دي واحد. يا اهل دي كلهم واحد. يعني انتوا بالاهل بكله كله واحد. ديني طبعا، قراني، الامن والامان ده مهم جدا، والستر والصحه. هل كان زمان عندي موهبه كنت عايزه تنميها لي؟ انا فاكره وانا صغيره والله العظيم كنت بغني، والله العظيم في المدرسه والله كنت بقعد اغني. ما انا كنت بغني فاكره في المسرح، والله في المسرح فاكره دي موهبه مش، لا جمباز مش موهبه. ليه مش اي حد يقدر يلعب جمباز بقى؟ يعني قصدي يعني مش عارفه ايه اكتر نصيحه مهمه كان نفسك تقولها لي من زمان؟ لا هي مش كان نفسي اقولها، انا بقولها لك من زمان. حافظي على نفسك، حافظي على صلاتك، حافظي على علاقتك بربنا، دول اهم حاجه، وحافظي على علاقتك باهلك. خلي بالك من الناس اللي بتتعاملي معاها، وما تبقيش مدلوقه على الناس قوي. ما تحتاجيش للناس، لان الاحتياج للناس ده مش حاجه حلوه. وما تخليش حد يستغلك. ممكن بقى يستغلك دي 3 مرات. يستغلك يستغلك يستغلك. التيبه يعني مش معنى ان هم يستغلوكي شيبه ازاي ده؟ شيبه ازاي ده دي؟ عارفه ليه؟ لان دايما الناس ما عندهاش دم. اصل انا انت فيكي مني، لان انا لما احن على حد او مثلا اقف بجنب حد كتير الاقي في الاخر باخد حته خازوق. تمام، بيستغل النقطه دي في حاجه اكبر بقى، يعني كل شويه المتطلبات بتزيد. فانا بكتشف الموضوع ده بعدين بعد ما اكون انا استنفذت، وفي الاخر بطلع واحده وحشه لو انا ما عملتش، يعني في الاخر ببقى انا مش شخص لا كويس. ما تجيش على نفسك عشان حد، وما تخليش حد يستغلك، واعملي تقدري عليه. قولي لي ايه اكتر صفه بتحبيها فيا؟ انت حنينه وطيبه وايه تاني، ويعني بتحبي تساعدي اللي حواليك كلهم، ودي حاجه حلوه. طيب اخر حاجه، انا بالنسبه لك ايه؟ لا بالنسبه لي لا تقولي شعر وقصيده وحب وحنان، اتفضلي. لا تأفوري لو سمحت، تأفوري وانت بتقولي قولي اللي في قلبي، مش هقول في قلبك وفي عقلك. انا بالنسبه لك ايه يا محمد؟ بنتي تمام، واختي وحبيبتي، وطبعا نفسي اشوفك ممثله قد الدنيا. ممثله ايه؟ لا طبعا نفسي اشوفك حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. ممثله قد الدنيا، احسن واحده في الدنيا، انت واخواتك وكل حبايبنا عشان محدش يزعل. احبي فيا شويه ماما، ده قليل قوي. طماعه قوي. وكفايه الدعوات بقى، انا بدعي لكم. يعني مثلا دلوقتي مثلا لا قدر الله ليلي ماتت، انت عايزه تقولي لها ايه؟ دي بذمتكم اقول لها ايه؟ ايوه لا تقولي لي، يعني انت مثلا حسيتي خلاص هي اختفت عن الدنيا دلوقتي، هتقولي لها ايه؟ ما اتمنالكيش بصراحه اقول لها. قولي لي بقى انتوا قولي لها ايه؟ ليه تقولي لي اللفظ ده؟ هي مش تحب فيا ليه؟ ماشي خلاص يا ستي. ايه اخر حاجه، انت هتساليني سؤال. انا بالنسبه لك ايه؟ مش بحبك. ايه؟ مش بحبك. كان بقى فعل ماضي. لا بس يعني حاسه انا ممكن اتاثر قوي، بس يعني حاسه انا هعيط. هي الفكره كلها اني ماما بجد انا بحبك قوي، وممكن اكون مش عارفه هوريكي ان انا بحبك قوي، بس انتي يعني حياتي ممكن يا جماعه والله الفكره كلها ان انا دايما خلقي ضيق، عشان والله I'm so stressed بسبب الجامعه وبسبب حاجات كتير قوي. بس دايما لما بفكر في حاجه بحس اللي هو مهما حصل لي، مهما اي حاجه حصلت، دايما ماما كانت جنبي. يعني مثلا جات لي حالات اكتئاب كتير قوي ماما كانت جنبي فيها. انا اصلا من زمان وانا بكتب نوتس، وببقى دايما بكتب ان انا متضايقه، وبكتب ان يعني حاجات كتيره حصلت لي. انت تقولي لي انت بالنسبه لي ايه؟ لا انا حاسه يعني اول حاجه ربنا يخليكي. انا اكيد مش هبقى حابه ان انت تبقي متضايقه انا مسافره، بس هو عشان بيبقى شغل. بس دايما ببقى اللي هو بصحى الصبح اللي هو انا ما اتخانقتش مع ماما النهارده، طب اكلم اتخانق معاها. فاللي هو حتى في الخناقه الموضوع حلو، يعني حتى في الخناقه انا ببقى مبسوطه، اللي هو عارفه ان احنا هنتصالح. يعني هي في الاول في الاخر هي ميزه فيها حلوه جدا، ان هي يعني لما بنتخانق مع بعض ونكون مقطعين في شعور بعض، وبعد كده في الاخر خلاص نشوف بعض الموضوع انتهى. يعني مفيش بقى يعني ما بشيلش هم مصالحتها قوي. ايوه عشان انا اللي بصالحك، احنا بنصالح لوحدنا عادي. انا اللي بصالح. لا وبنتكلم عادي، خلاص الموضوع انتهى. يعني كانها مش بنت وامها، لا يعني احنا اصحاب. اه وماما عارفه عني كل حاجه على فكره. ماما اي حاجه بتحصل عارفه عني كل حاجه، عارفه انا بعمل ايه، عارفه انا بكلم مين، عارفه انا نازله مع مين. عمري يعني في المرحله دلوقتي
بغض النظر عن مرحلتي وانا صغيره. اول ما عملنا اتفاق ان انا وهي بقينا قريبين، لان في حاجات كتيره قوي قربتنا من بعض، ام وبنتها يعني، من ساعتها انا ما بخبيش عنها حاجه. لان اكتر حاجه هي كانت اتضايقت مني، كانت مقهوره مني، كان ساعه البروم دي، وبجد شفت ماما كانت متضايقه مني. بعد كده انا قلت لها ماما لو سمحت اسمعي مني، اتكلمي معايا ونتكلم مع بعض، علشان انا وانتي يعني انا ما اخبيش عليكي حاجه، عشان انا لو حصل لي حاجه وانتوا مش عارفين عني حاجه، يعني انتوا اللي هتكسبوا حاجه ولا انا يعني هكسب حاجه. يعني انا عندي ان انا احكي لكم احسن. عشان كده فعلا انا كنت عايزه اقول لكل ام بالذات، لان هي المفروض الام بتبقى اقرب واحده لولادها. ما تخسريش ولادك، خاصه في السن اللي هو يعني المراهقه ده، او السن اللي هم خلاص بداوا يكبروا فيه. فما ينفعش انك ما تصاحبيش سواء ولد او بنت، عشان بعد كده ما نقولش ده حصل والبنت عملت والبنت سوت وخبت على مامتها. قولي الاب كده كده بيبقى صعب شويه ان الولاد او البنات يحكوا معاهم، مش كل تفاصيل حياتهم هيقدروا يحكوا. فلازم عشان بعد كده ما تحصلش الكارثه، وبعد كده نقول ايه هي ليه عملت كده، هي ليه سوت كده. وبعدين بقى هنلوم مين غير نفسنا. يعني انا بصراحه الايام اللي فاتت دي بعد ما الولاد ما كبروا بقى، حسيت فعلا ان انا زمان لا كنت وحش. يعني ما كانش ينفع خالص ان انا اكون ام كده، يعني مش متحمله الولاد، متعصبه، ما بسمعهمش، خلقي ضيق. انتي بتحبيني؟ طبعا، ازاي يعني ما بحبكيش؟ انا كمان بحبك جدا. بكده نكون خلصنا حلقه النهارده مع امي العزيزه، القطعه من قلبي، الحب كله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، واكتبوا لي عايزين تعرفوا ايه الحلقه الجايه، او عايزين فيديو ايه الحلقه الجايه. اديهم بوسه. طبعا عرفتي تفاصيل ما حدش يعرفها خالص. ايه لوني المفضل؟ لوني المفضل؟ تاني الاحمر. ايه ده صح. انا بحب الاحمر والاسود والبيربل، وكمان البيربل زمان وانت البيربل وانا صغيره. برافو. صدمة كبيرة يا والقلب هي كان يجي بحيرة.